تقدر تشتري شاشة ال 540 هرتز اللي ب 50,000 جنيه؟ أعتقد صعبة، وده اللي عمله اليوتيوبر اوبتيموم تك، ونتائج كانت فوق الخيال، قال إنها فعلا تستحق كل جنيه، حتى هو نفسه اعترف إن الفرق بين ال 240 و 360 هرتز مش كبير قوي ومش هيفرق مع معظم الناس، لكن لما جرب ينقل من 240 ل 540 هرتز الموضوع كان صادم. 540 hertz, it is one of the craziest things I've ever seen on a monitor. قال انها من اغرب الحاجات اللي شافها في الشاشات، خصوصا لما قارن اداء الشاشه دي في لعبه زي اوفر واتش 2 مع شاشات تانية جودتها عاليه. شاشه ال 540 هرتز مستواها مختلف خالص. احسن طريقه يشرح بيها التجربه دي هي انك حاسس انك قاعد في شباك مش قاعد بتلعب على شاشه. I think the best way to explain the experience of 540 hertz is that it feels like you're looking through a window and not at a screen. الفرق بين ال 240 و 360 هرتز مش كبير، بس ال 540 هرتز بتبان على طول وبتديك افضليه كبيره في الالعاب التقيله. طبعا سعر الشاشه دي ممكن يوصل ل $1000 او اكتر، يعني حوالي 50,000 جنيه مصري، بس لو انت جيمر وغاوي العاب فالشاشه دي تستحق انك تشتريها، فعلا حاجه مجنونه بجد.